اكو بعض الناس يقول ان هذا الصائم اولا اكو عنده ذنوب، اكو عنده خطايا، اكو عنده يقول له القرآن الكريم ذاك بحسابه وهذا بحسابه، ما له علاقة. نبه لي، مو اكو بعض الناس يقول هسه انا عمري صار 80 سنة وانا كل شيء ما مسوي، هسه انا اتوب واجي اصلي واصوم، مش ايش ضال من عمري، هي يومين ثلاثة تروح وتنتهي. لا، هذا غلط، هذا اغلاق لرحمة الله، لباب الرحمة. باب الرحمة مفتوح حتى اخر لحظة من لحظات حياة الانسان. لا يتصور ان الله عز وجل راح يظن عليه او يبخل عليه، لان الله لا بخل في ساحته. فانت الك حساب، هذاك الهن حساب وذني الهن حساب، الصوم الى حسابه. الله تبارك وتعالى يعطي الانسان الصائم على صومه، على امتثال لهالشعيرة لهالحكم، ايش راح يعطي؟ بغض النظر عن ان هذا خوش ادمي، عاق والدين، مو عاق والدين، مثلا اخلاقه ويا الناس طيبة او مال، ابدا بلا حساب. مو واكو بعض الناس يطي بحساب ان هذا اعطيه لانه خوش ادمي. الله عز وجل يقول لا، هذا امتثل اجر الصوم، امتثل امر الصيام، انا اعطيه اجر الصيام بغض النظر ادمي ومو ادمي، ذاك الى حساب وهذا الى حساب.